السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم ونيف. يا واش يا واش على المكشوف، يا واش يا واش صار على المكشوف. صار الكلام علنا ومن قمة الهرم. سابقا كان عن طريق قيادات ووزراء ومسؤولين وقيادات عسكرية كان الكلام يطلع، وقيادة ميليشيات، انه الهدف هي مكة وبلاد الحرمين. طبعا تصريحات محور الصفوية الفرس المجوس كان عن طريق مطاياهم احيانا بالعراق، مطاياهم هون انه هدفنا بلاد الحرمين وبمكة. وهاي الان التصريح صار على من قمة الهرم من سيدهم الكبير الولي السفيه. صار من الخامئن الكلام بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه. صار بيقول لك انه هذه الحرب مع المسلمين لن تنتهي. تغريدته موجودة، تغريدتين على تويتر موجودات. كلام واضح صريح لا لبس فيه. نقرأ منه إحدى التغريدات بشكل واضح صريح لا لبس فيه. الإمام الخامئني لعنه الله يقول: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية مستمرة ولا نهاية لها. حرفيا هاي كلامه. الجبهة الحسينية هو حسيني وجبهته حسينية من الحسينيات، يعني تبدأ حربه من الحسينيات. واليزيدية اللي هم المسلمين، أحفاد يزيد ومعاوية وأحفاد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز، أحفاد علي بن أبي طالب، أحفاد الحسين، أحفاد رسول الله، أحفاد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هدول اسمهم مسلمين. هلا نحن أحفاد هؤلاء كل اللي ذكرته، نحن أحفادهم. هو فارسي مجوسي لا صلة له بالإسلام، وذكرناها مرارا ولكن يمتطي للأسف الشديد مطايا، وجد مطايا يمتطيهم من المسلمين، مسلمين الأقلية الشيعية، مع كل أسف يعني يمتطيهم. الرجل أعلنها بشكل واضح صريح. أولا عنده عدة أسباب يعلن هذا الكلام، هو أعلنه لعدة أسباب قليلة. طبعا الأسباب بهذه الفترة قليلة. أولا هو افتضاح أمره أمام إسرائيل، افتضاح أمر المقاولة والمماتعة أمام إسرائيل، فضح بشكل واضح صريح. يفاوض في عمان مع أمريكا مشان الملف النووي على دم أهل فلسطين وعلى دم كلاب ومطايا بلبنان اللي يمتطيهم حسن العمود. راح حسن العمود أطلق 340 صاروخ، صاب مدجنة ورجع. والحوثي أطلقنا ومسيرة وأسبنا والبحر الأحمر والملاحة، وهذا كله حكي. ضربة واحدة ضربتهم إسرائيل خالصين الحوثيين. المطايا أصبحت تتململ، تشعر أنه في خلل، معناته في كذب عند هذا المحور الدجال، لا في مقاومة لإسرائيل ولا لأمريكا ولا للاستكبار والشيطان الأكبر والأصغر. فصارت المطايا تتململ، فبده يحرف نظر هؤلاء المطايا إلى الهدف الحقيقي اللي كان هو حقيقي فعلا، أنه هذا الهدف كله كان كذب ودجل، أنه مقاومتنا مع إسرائيل ومع الشيطان الأكبر وغيره. الآن أعطاكم الهدف الحقيقي. هدفه الحقيقي هو حربه مع المسلمين التي لا نهاية لها حسب تعبيره هو. يعني لما يقول لك الخامئني حرب مع المسلمين لا نهاية لها، يحرف أنظار مطاياه من شيعة العرب إلى الهدف الحقيقي، وانسوا إسرائيل والشيطان الأكبر والاستكبار العالمي وما أعرف إيش، انسوا هذا الحكي. هاي حربكم مشان يحرف البوصلة يعني، ويجيبهم إلى الطريق يعني مشان ما يتملوا الملون، يعني إذا أعطيهم جرعة قوية إنه عندنا حرب إحنا قوية وطويلة، لا يعني ما لها نهاية مع السنة مع المسلمين.
طيب الآن بدنا نفهم إحنا مين. هلا إذا ما كان مسؤول رسمي، هو أعلى سلطة في إيران، هو الملك، ملك مملكة الفرس المجوس، هو هذا الخامنئي اللي صرح هذا التصريح. عندنا إحنا من جهتنا كمسلمين أو عرب، هل سمعتم ملك أو نائب ملك أو رئيس ديوان ملكي أو وزير خارجية أو حتى من شيوخهم، شيوخ الدين، سمعتوا أحد رد على هذا الدعي، هذا المجرم؟ سمعتوا أحد صرح؟ سمعتوا أحد دان هذه التصريحات الطائفية الإجرامية؟ سمعتوا أحد رد شيء؟ مماليك الصعاليك ومراء الدويلات وهالمسؤولين الكبار، سمعتوا أحد رد عليهم غير المجلس الإسلامي السوري فقط؟ فقط هذا المجلس الإسلامي السوري الوحيد اللي أدان هذه التصريحات الطائفية المقيتة المجرمة. حدا سمعتوه أدان شيء؟ حدا رد؟ حدا حكى كلمة؟ حدا نوه شيء حول هالكلام؟ أبدا، صمتا مطبقا. يا ترى هسه بيجي واحد بيقول لك لا قيمة لهذه التصريحات، مشان شو احنا نرد على هالتصريحات؟ لا قيمة لها، هراء. هذا هو دائما احنا ما بنرد على التصريحات، هذا هراء. بس اذا واحد مواطن عندنا بالداخل عبر عن ألمه نعتقله ونتهمه اتهامات بالخيانة وكل شيء. اذا عبر مواطن عن ألمه، اذا قال اخ بس، نعتقله هذا ونتهمه بالخيانة العظمى وما اعرف ايش، ونبيده ونبيد عائلته لانه قال اخ بس، لانه هيك حكى. اما هذا لما يصرح بحربه على المسلمين علنا، هذا هراء. يعني هيك بدك يقول لك عاد هراء، هذا ما بدنا نرد احنا على كل واحد بده يصرح. هذا اعلى سلطة لدى الفرس المجوس، هو الحاكم الملك، هو الحاكم الفعلي، وهو الملك الاوحد. من اعلى سلطة بالفرس بالصفوية يصرح هذا التصريح، ولا كلب يرد عليه، ولا قذر ولا قندرة ولا شحاطة من شحاطات هالملوك هذول يرد عليه، ولا شيخ من شيوخهم، لا السديس ولا المديس ولا بطيخ ولا شيخ فلان ولا علان ولا شيخ، حتى شيخ دين، ولك شيخ دين ما يرد عليه، ولك واحد إمام جامع ما يرد دين هذا الكلام، ولا حدا أبدا أبدا، صمتا مطبق. شو يعطيكم هذا؟ شو يعني شو تفسيره هذا؟ ظل لسه في وراها تفسيرات أخرى يعني مشان نعرف حكامنا مين هم؟ لننتظر باقي الأردن بس أمامهم، لننتظر. السلام عليكم.